الزمالك يقترب من تحقيق الكونفدرالية. مشاكل التحكيم المصري. الاتحاد الدولي يرسل للاتحاد المصري بخصوص الشيبي والشحات. مواضيعنا النهارده كتير وعايزين نبدا حلقتنا كالعاده. طبعا ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم امين. اول حاجه عايز اقولها مبروك للزمالك. هتقول لي يا عم مبروك للزمالك ايه ده الزمالك خسر؟ اقول لك يا عم مبروك للزمالك. الزمالك نجا او فلت من هزيمه كبيره. الزمالك الشوط الاول يا جماعه ما راحش المغرب اصلا. الدنيا كانت مسخره في الشوط الاول، مسخره بمعنى الكلمه. فالشوط الثاني الزمالك الحمد لله لحق نفسه وقدر اول دقيقه ولا دقيقتين قدر على طول. زيزو لعب عرضيه لسيف الجزيري، حط الكره بدماغه، هوب الجون الاول للزمالك. الماتش اتغير. نهضه البركان بقوا خايفين لحسن يتعادلوا، والزمالك طبعا بدا يلعب لعب اللي هو تجاري بيمشي اللقاء، وكان يقدر فعلا الزمالك يتعادل لان النهضه بدا يخاف قوي. ف طبعا مبروك للزمالك. التذاكر طبعا في استاد القاهره التذاكر كلها نفذت، فانت هتشوف 60 70 الف في استاد الرعب. فنهضه بركان ما هوش بالفريق المرعب يا جماعه، يعني برضو خلينا نكون واقعيين. النهضه وغايب عنه لعيبه مهمه جدا. هي كل الفكره ان معين الشعباني مدرب تقيل، مدرب بيعرف يلعب نهائيات. 60 70 الف مشجع زملكاوي يملوا استاد القاهره الحد اللي جاي ان شاء الله. فلا الزمالك بنسبه كبيره كاس الكونفدراليه مش هيخرج من مصر، والبطوله للزمالك بنسبه كبيره. هنا حاجه عايز اتكلم فيها وهو التحكيم والنادي الاهلي. انا مش فاهم قصه التحكيم في ماتشات الاهلي بالذات، حاجه غريبه قوي. يعني الحكم اللي جابه لنا في ماتش البلديه ده اولا حكم صغير مش معروف. هتقول لي بنجرب حكام جديده يا عم، انت مش عايزنا نجرب ليه؟ اقول لك يا عم جرب براحتك بس مش في ماتشات تقيله. هتقول لي ده البلديه انتوا كسبتوها خمسه. يا حبيبي البلديه كسبناها خمسه ولكن انت بتلعب البلديه في المحله، وما ادراك ما المحله. راجع كوره كده. مباراه الاهلي دايما في المحله، كانت مع غزل المحله زمان، محسن هنداوي بقى وبركات في الدقيقه 94 والكلام ده كله. فدايما الماتشات دي بتبقى ماتشات تقيله، ماتشات جماهيريه، ماتشات حماسيه. فانت محتاج حكم يكون صارم يفرض شخصيته على اللعيبه كلها. ولكن الحكم ارتكب كوارث تحكيميه. يعني ايه لاعب يخش في قصبه اكرم توفيق وما تدلوش حتى انذار، والفار ما يكلمش الحكم يقول له تعالى، واللي يضايقك ان اللاعب ده اصلا معاه انذار. لو مش هتديله طرد مباشر اديله انذار تاني فهيبقى طرد. عندك واحد تاني داخل فيه كهرباء. فيعني انت دورك كحكم تحميني. وبعدين برضو مدرب بلديه المحله اسمه احمد عبد الرؤوف تقريبا، لعيبتك ليه نازله بالغل ده؟ لعيبتك ليه نازله بتكسر في لعيبه الاهلي بالشكل ده؟ ضربه الجزاء في ماتش بيراميدز تيبيكال هي اتحسبت. وفي ماتش الاهلي يقول لك لا دي رجعت من رجله لايده ودي ايده اللي بيسند عليها مش قصده ما تحسبش. يا جماعه هو انتوا ليه بتقولوا كلام على مزاجكم؟ انتوا مره تحسب ومره ما تحسبش. اللي يطبق عليك يطبق عليا. الموضوع بسيط، انا مش فاهم فيه ايه. المهم احنا هنتكلم في موضوع التحكيم ده جامد قوي، ولكن نخلص ان شاء الله مباراه الترجي ونفوز بال 12 باذن الله، وبعد كده نفضى بقى للدوري المصري ونجيب بقى التحكيم ونتكلم عن لقطه لقطه. وفي كل مباراه باذن الله هجيب لكم الحكام دول، مش في مباريات الاهلي بس، الاهلي والزمالك وبيراميدز، وهجيب لكم اي غلطه هتحصل هاجي هنا واعرضها لكم. مش هنفوت حاجه باذن الله. مودست يا جماعة الرافال الفرنسية هذا المرعب. لقد ظلمناك يا مودست إن بعد الظن موضوع الشيبي والشحات. النهارده الاتحاد الدولي ارسل للاتحاد المصري. الاتحاد المصري كان بعت وراسل الاتحاد الدولي، وطبعا دي فضيحه، يعني دي فضيحه للاتحاد المصري يا جماعه. انا مش فاهم الصراحه هم بيعملوا ايه، ولكن ما علينا. راحوا يسالوا الاتحاد الدولي بيقولوا لهم نعمل ايه في قضيه الشيبي والشحات. اما الاتحاد الدولي رد وقال لهم طبقوا اللوائح. انا استفدت ايه؟ يعني انا عايزك تقول لي انا استفدت ايه؟ يعني انت رايح تسال الاتحاد الدولي يا اتحاد يا دولي انا عندي قضيه اعمل ايه؟ اما الاتحاد الدولي قايل لك اعمل الصح، الاتحاد المصري بيقول له ايوه يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح يا حزلوم، اعمل الصح. والله العظيم هو ده اللي حصل يا جماعه. احنا في مسخره وفي ضحك اقسم بالله. الاتحاد المصري يبعت الاتحاد الدولي ويقول له هنعمل ايه؟ قال له ده شأن داخلي، طبقوا اللوائح. انت يعني مستنيه يقول لك حاجه غير كده؟ طبق اللوائح. الموضوع سهل وبسيط. ليه ما بتطبقوش اللوائح؟ قلقانين من ايه؟ فده باختصار قصه الشيبي والشحات والاتحاد الدولي. عايز اخد نصيحتك يعني. دلوقتي المهمه طلعت كبيره قوي عليا ومبهوقه، مش عارف اعمل ايه، انصحني. انا جاي اقول لك كلمة واحدة بس، اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. ارجوك قول لي حاجه مفيده.
باي باي يا كوتش. فيعني هنشوف هيحصل ايه، وهتابعكم بتطورات الفيلم، تطورات الاخبار القضيه بعد كده ان شاء الله. ودي كده مواضيعنا النهارده. اتمنى دايما تكونوا بافضل صحه وافضل حال. اشوفكم دايما على خير. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. شكرا ليكم. سلام عليكم.